أهلا ومرحبا بكم مع إطلالة جديدة للمركز الإعلامي لكلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. يشرفني ويسعدني اليوم أن ألتقي مع القامة العلمية، صاحب السيرة والمسيرة، رجل صاحب القيادة الفاعلة، رجل آمن بأن القيادة ليست مجرد سلطة، بل هي مسؤولية وعلم وفكر ورؤية. رجل لا يقاس تأثيره بالمناصب التي شغلها، بل بالبصمات الفاعلة التي يتركها في كل خطوة يخطوها. معي اليوم القامة العلمية الرائعة، صاحب السيرة والمسيرة العطرة. معي القامة العلمية والعالم الجليل الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أسعد، يمكن احنا بنقول إن كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية شهدت حراك علمي وأكاديمي ورياضي غير مسبوق، يمكن ده بفضل القيادات والعمداء وأعضاء هيئة التدريس اللي فعلا كانوا لهم بصمات فاعلة. كيف تصف حضرتك المشهد الأكاديمي والعلمي والرياضي الحالي تزامنا مع تغيير مسمى كلية التربية الرياضية بكلية علوم الرياضة؟ طبعا يمكن كلية التربية الرياضية أو كلية علوم الرياضة الحالية مرت بمراحل عديدة تحت قيادات مختلفة. يمكن كان في بصمات قوية وواضحة وطفرات على مستوى التاريخ، سواء الأكاديمي أو حتى على مستوى الإنشائي وبشكل عام. يعني لو عايزين نقول إن كلية التربية الرياضية تم إنشائها سنة 1955، فمرت بفترة كبيرة جدا تتجاوز 70 سنة. يعني 70 سنة من العمل الجاد لقيادات قدرت ان هي تبني وتنشئ الكلية بشكل عالي جدا، فنقوله كان لها مسارين. تمام. مسار تاريخي حصل ان هي ارتقت من معهد عالي وكان نهايته سنة 75 لكلية تربية رياضية تبع جامعة حلوان، وبعدين كلية تربية رياضية جامعة اسكندرية سنة 89، ثم حاليا كلية علوم الرياضة في الآونة الأخيرة جامعة اسكندرية. فأصبح مرورها بالمسميات المختلفة ده كان ليه واقع وتأثير كبير. لكن على المستوى الأكاديمي قدروا يشتغلوا على جزئيتين. الأول كان كلية التربية الرياضية بتخرج معلم تربية رياضية، ولكن ابتدت يدخل نطاق كلية التربية الرياضية ان هو بقى ممكن يكون في تخصص إدارة رياضية، معلم التربية الرياضية، مدرب الرياضي في تخصصات مختلفة يمكن تشمل 28 تخصص على مستوى الأقسام المختلفة في الكلية. وحاليا سنة 2020 اتنقلت القصة للساعات المعتمدة أو الكريدت أورز بالنسبة لكلية التربية الرياضية، ودي قدرنا ان احنا نعمل فيها 5 برامج في الوقت الحالي. جنب ال3 برامج الموجودة تم اضافة برنامجين اخرين اللي هو الترويح الرياضي، وده مهم جدا تبع قسم الادارة الرياضية، وفي الجزء الثاني تأهيل كبار السن وده قسم العلوم الحيوية. فاصبح دلوقتي احنا عندنا 5 برامج كانوا يتبعوا عملية كلية التربية الرياضية بالساعات المعتمدة. في ظل وجود علوم الرياضة ممكن العملية تبقى فيها برامج تانية كتير جدا، وابتدينا نشتغل على الجزئية دي بشكل كبير. لكن اللي أنا عايز أقوله إن كل إدارات الكلية، مش هقول القيادات إن هو العمداء أو إدارات الكلية أبدا، كل أستاذ في كلية التربية الرياضية منذ إنشائها حتى الآن كان ليه بصمة، كان ليه سيرة ومسيرة، كان ليه سيرة ومسيرة موجودين، رموز كيانها موجود في قلوبنا حتى الآن ونتوارثها. يعني اي قيادة بتيجي بتورث فكر بالظبط جنبه بصمة خاصة بيه، لكن في فكر هو اتحط للكلية. جامعة كان لها رؤية كبيرة جدا في تطوير هذه الكلية، رؤية مصر واستراتيجيتها 2030 كانت لها رؤية قوية في تطوير جمهورية جديدة مع علوم الرياضة. فكل بصمة من البصمات دي احنا يمكن اتحركنا كلنا على قلب رجل واحد في كلية التربية الرياضية. ما حدش بيقول انا عملت، الكلية هي اللي عملت، سواء القيادة وكل الشكر وجزيله لكل قيادة مسكت الكلية وقدرت ان هي تعدي بيها مرحلة من المراحل. الادارات السابقة ما هي الا استكمال لبنيان كبير، كل واحد بيحط دور
او حتى لبنه صغيره، ولكن هي في كيان المكان نفسه. طيب. دكتور أسعد، يمكن إحنا بنقول إطلاق وحدة التسويق هي خطوة غير تقليدية في كليات علوم الرياضة، ويمكن يعني يحسب لحضرتك طبعا بإطلاق هذه الوحدة في سابقة جديدة، ويمكن أول كلية لعلوم الرياضة تطلق هذه الوحدة. فما الذي دفعكم لإطلاق هذه الوحدة، وكيف ستسهم هذه الوحدة في إبراز دور الكلية الريادي؟ والله هي بدايه الفكره كانت مقترح من الاستاذ الدكتور سامي عبد الحميد، وانا بشكره على هذا المقترح الجميل. لو كان هي فكره موجوده في الرؤيات المختلفه يمكن لادارات الكليه ازاي ان احنا نقدر نسوق، ولكن التسويق في حد ذاته كوجود وحده خاصه بها موجوده، ده بيبقى ليها طابع خاص، لان بيبقى ليها توسيط محدد ومهام ومسؤوليات، وازاي بيبقى فيها اجراءات تنفيذيه لهذا التسويق. عشان كده يمكن اول حاجه عملنا حاجه اسمها المركز الاعلامي. ده خط موازي تماما لصفحه الكليه الرئيسيه، ولكن المركز الاعلامي نقدر ان احنا ننطلق فيه، يعني مركز اعلامي تسويقي للكليه بشكل عام. تسويق ايه؟ تسويق كيانات كليه موجوده وفكره، احنا بنسوق فكر، بنسوق منظومه موجوده ببرامجها التعليميه والاكاديميه المختلفه، سواء على مستوى البكالوريوس او مستوى البوست الدراسات العليا. بنسوق كمان البرامج بتاعتنا، برامج كتير موجوده دلوقتي، وابتدت تطرح برامج خاصه بنسوقها. امكانيات وانشاءات الكليه ان هي موجوده في الوقت الحالي لخدمه المجتمع. احنا عندنا نادي، ويمكن كانت اول كليات او مؤسسات تعليميه لها نادي خاص بيها. جامعه اسكندريه كانت سباقه لان عاملين بجامعه اسكندريه، واحنا كليه التربيه الرياضيه عاملين كليه التربيه الرياضيه، وده كان نادي مشهر نقدر ان احنا نسوق الانشطه وخدمه المجتمع من خلاله. احنا عندنا منشآت وصالات وملاعب ومعامل ووحدات ذات طابع خاص نقدر ان احنا نسوقها، ونقدر ان احنا نخدم المجتمع وننمي موارد الكليه من خلال هذا التسويق. التسويق مهم بالنسبه لنا، لان مهما احنا اشتغلنا داخل المؤسسه بتاعتنا دون هذا الطرح للتسويق والاستثمار الخاص بها، التسويق شيء كويس، ولكن الاقوى كمان الاستثمار. ازاي ان احنا نستثمر هذه الموارد الخاصه بينا بشكل قوي يقدر ان احنا يخلينا مطروحين على ساحه الاستثمار. الاستثمار ايه؟ مش الاستثمار الرياضي فقط، لا، الاستثمار التعليم. احنا بنستثمر في كوادر ولادنا، ازاي نطلع الولد ده سفير لنا نستثمر فيه عشان يقعد علينا بالنفع والاستثمار الجيد لداخل الكليه. أكيد يا دكتور، زي ما احنا بنقول الاستثمار في البشر قبل الاستثمار في الحجر، ويمكن حضرتك دايما بتأكد على المعلومة ديت. من هنا خلينا نقول إن دايما احنا بنقول الطلاب هم القلب النابض للعملية التعليمية. من هنا احنا يمكن حاليا بنمر باختبارات القدرات. كيف يتم انتقاء الطلاب المناسبين لكلية علوم الرياضة؟ وما هي المعايير اللي بيتم على أساسها اختيار هؤلاء الطلاب؟ وما المعايير التي تراعيها الكلية هذا العام لضمان الشفافية والمصداقية في انتقاء هؤلاء الطلاب؟ هم 3 أسئلة. قبل ما هبدأ إجابة على السؤال، عايز أقول إن المنظومة بتاعت الكلية بشكل عام أو الجامعة أو المؤسسات التعليمية هو المنتج بتاعها. أكيد. فعشان أطلع منتج طيب لازم إن أنا أختاره وأنتقيه بشكل ليه معايير محددة. تمام. خلاص. المعايير دي بتبقى هل هي معايير على المستوى الرياضي فقط ان هو يكون مارس رياضه، ولا لازم يبقى ليه سمات شخصيه معينه تؤهله ان هو يبقى خريج كفء على المستوى المحلي والدولي والعالمي كمان. أكيد. خلاص. من هنا كانت الفكره ان انا ليه انتقي كم؟ لا، احنا عايزين نوعيه. تمام. فاسلوب الاختيار بتاعنا او الانتقاء يعتمد على نوعيه الطالب وليس عدد الطلاب. الفترة اللي فاتت يمكن كان في عدد طلاب كتير جدا، والكلية وصلت لأكثر من 7000 طالب بشكل أو بآخر، فكان عدد كبير جدا بالنسبة لإمكانيات الكلية. في طلاب كانوا يقدروا يدخلوا الكلية وينجزوا فيها، وفي طلاب تانيين غير قادرين على الاستثمار في الكلية
وده يمكن الفترة اللي فاتت أفرزت مشاكل كتير قوي لطلاب غير قادرين على الاستمرار في الكلية بشكل أو بآخر، ودي موجودة على مستوى الكليات كلها. احنا عايزين نجيب مستوى طالب يقدر مستواه يرتفع، وبالتالي يرتفع مستوى الكلية، وبالتالي يرتفع المجال التخصصي الخاص بالمجال الرياضي وعلوم الرياضة بشكل عام. فهي كانت الفكرة من هنا. كان في معايير طبعا خاصة، لأن الطالب لما بيجي في المجلس الأعلى محدد مجموعة معايير محددة. يمكن السنة دي كانت مختلفة شوية، إن اتعمل مسار رياضي ومسار مهاري. يعني إيه؟ يعني الناس الأبطال في اللي هم على مستوى الألعاب على مستوى العالم أو الإقليمي زي المستوى العربي أو غيره، أو مستوى حتى مصر كجمهورية مصر عملها المستوى الأول أو الثاني أو الثالث كبطولات جمهورية، بيدخل مسار مهاري. يعني ايه؟ لا يخضع لباقي الاختبارات البدنيه، ولكن يخضع لاختبارات السمات الشخصيه والقوام وجميع الاختبارات. فاحنا بيتحدد القصه من خلال ان بيجي لنا الطالب بيسجل الاول، بيسجل على الموقع، بيجي هنا يسجل في الاختبارات في الكليه، وبيتعمل له في الاول خالص الكشف المبدئي على القلب عشان نطمن ان الولد يقدر يقيم الاختبارات دون اي ضرر عليه على صحته. وبعد كده بيتعمل له وزن، وبيتعمل يدخل على لجنه نشوف تشوهات القوام اللي موجوده فيها. لو هو مسار مهاري يبتدي في لجنه للمهارات ممكن ان هي تشوفه. لو مسار بدني بيحضر 6 اختبارات بدنيه الى جانب اختبار السمات الشخصيه اللي بيخضع فيها الولد، يشوفوا شكله، طريقته، ثقافته الرياضيه، معايير محدده يتم محدده. لكن الناحيه البدنيه هم 6 اختبارات لهم معايير مخصصه. لو الولد جاب وزن معين في حاجه، او مسافه معينه في جري بزمن، بياخد درجه عليها. مثلا العقله لو شد 15 ياخد 10، وهكذا. في نسب محدده بيبتدي حساب الدرجه، وليها معايير محدده بيبتدي حساب ان هو لائق او غير لائق او غير لائق. تمام. من هنا بنقول ان ده لائق فعلا انه يدخل التربيه الرياضيه. في حاله ايه؟ لو مجموعه قدر ان هو يأهله في التنسيق. احنا بنشتغل على 3 اتجاهات للطلبه. المعرفه، وده شيء كويس ومهم جدا بالنسبه لنا كمعلومات. الجزء الثاني المهارات، هل هو عنده قدره على تنفيذ المعرفه اللي اخذها والمعلومات والبرامج بمهاره لسوق العمل ولا ما عندهوش. اتجاهاته بقى، هل هو بيشتغل المجال ده وهو حابب؟ بالنسبه له دي رساله، بالنسبه له مهنه لها اخلاقيات وميثاق لها يقدر ان هو يأديها بشكل كويس قوي. ده المهم بالنسبه لنا، انه يطلع مش خريج عادي، خريج ليه سمات ومهارات واخلاقيات مهنه كمان، يقدر يحافظ على المجتمع. لان كل المهن اللي موجوده هي خدمه مجتمع. اكيد خدمه مجتمع. جميع المهن الموجوده احنا موجوده عشان تخدم مجتمع وسوق عمل في البدايه. دكتور أسعد، يمكن احنا بنقول وقلت في الأول إن القيادة ليست مجرد منصب أو سلطة، هي مسؤولية وعلم وفكر وأيضا رؤية. يعني حابة أسأل حضرتك، كيف تصف رحلة حضرتك في قيادة الكلية منذ توليت المسؤولية حتى الآن؟ يمكن حضرتك توليت مسؤوليات كثيرة وجسيمة بالفعل، فحابين نعرف من حضرتك ازاي تصف هذه الرحلة المليئة بالثمار والعطايا اللامحدودة. في البداية أنا بشكر الثقة اللي خلتني في هذا الموقع أو هذا المنصب. بشكر ثقة أستاذ الدكتور عبد العزيز منصور رئيس الجامعة، القيادات العليا، لأن حتة إن يطلع قرار جمهوري بوجودك كعميد ده شرف طبعا ووسام على صدر أي إنسان ممكن يقعد في هذا المنصب. فهي من هنا تنطلق المسؤولية. أنا في ثقة موجودة، ففي مسؤولية إن إحنا نكون موجودين نتيجة هذه الثقة. إزاي إن إحنا نبقوا موجودين في منصب نمرة 1، نستكمل مسيرة زملائنا السابقين في القيادات اللي عملوا بصمات في الكلية، إزاي نستكملها وإزاي نضع رتوش ونحافظ عليها. مش نستكملها بس، لا، المحافظة عليها مهم جدا ونستكملها مهم أكتر.
يمكن انا هقول حاجه الكليه كانت محتاجه في فتره معينه احساس بالحب. والله كنت هقول لحضرتك الجانب الانساني حضرتك فعلا بتراعيه يعني قوي. الجانب الانساني فعلا. بين اعضاء التدريس، ان احنا كلنا اسره واحده اكيد. حابين العطاء المشترك، ان احنا نقدر ان احنا ندوب في بوتقه واحده تنصهر من اجل مصلحه الكليه رقم واحد. فدي كانت رساله رقم واحد ان عايزين نرسخها، لان احنا اتربينا على كده. فازاي ان احنا ما هو حق الناس والقيادات اللي موجوده قبل كده حقهم علينا ان احنا نورث القيم بتاعتهم اللي موجوده، الشفافيه والعداله، وازاي ان احنا المساواه، حاجات كتير قوي قيم موجوده في الكليه كان لازم ارسخها. وبعد كده ندور على خلاص احنا عملنا بنيه تحتيه الاساس، ازاي بقى نبني فوقيها بقى محاور كثيره في التطوير. كان اهم حاجه عندي ان انا ما تبقاش عمليه التطوير عمليه متتابعه، هي مسارات متوازيه، ان احنا بنتحرك كلنا في خطوط واحده. ما اقدرش اعملها لوحدي، ما اقدرش. ولكن كان العمل الجماعي اساس القصه. تحمل مسؤول، كل واحد يتحمل جزئيه مسؤولياته، واعطاء المسؤوليه بالمتابعه. يعني مسؤوليه كل انسان يمشي في المسار بتاعه. الجوده انا معاك، التعليم الطلاب انا معاك، خدمه المجتمع انا معاك، الدراسات العليا انا معاك. اصبح من هنا رؤساء الاقسام كان من اجمل الحاجه الموجوده ان اعطيناهم الاحساس ان هم عمداء في كل قسم. هو مش رئيس قسم، هو عميد قسمه، لان الاقسام دي ما هي الا كليات صغيره في بعض الجامعات تعتبر هذا القسم هو كليه مستقله. فاصبح تعتمد الكليه على مسيرتها على اعطاء المسؤوليه الكامله والمهام والمشاركه مع اداره الكليه في الانجاز. وده اللي اتحقق. عشان كده يمكن كان وقت قليل، ولكن يمكن كان في قفزات في بعض الامور كانت موجوده. وبعض الاحيان احنا عملنا ستارت، مش لازم ابدا نشوف الستارت اللي احنا عملناه نهايته ايه او انجازه ايه، لان احنا بنعمله عشان يتم استكماله. بس عملنا خطوط عريضه، رسمنا خريطه لطريق محدد، اللي بيجي بعديها يستكمله. امتى يستكمله؟ لما يبقى حاسس بالرؤيه وفاهمها وشارك في تنفيذها. لكن لو رؤيه منفرده لي انا لوحدي فاصبح بتنتهي بانتهاكي. لكن هي رؤيه كليه ابتدت ان هي تتورث لاجيال. الفكر دوت كان فيه مشاركه، فالناس كلها على وعي بوجودها. ابتدينا ان احنا ندخل في حاجه مهمه جدا. اول حاجه عملناها في الكليه الحمد لله فضل من ربنا، ودي تبقى بادره كويسه قوي، البرامج الخاصه. ما كانش موجود في الكليه البرامج الخاصه. البرامج الخاصه دي هتنقل نقله نوعيه كبيره جدا، طفره كبيره في سوق العمل، نتيجه ان احنا نقدر ان احنا نخصص برامج معينه، بلس الاتفاقيات، بلس حاجات كتيره قوي قدرنا ننجزها في الفتره دي. ولكن اهمها كمان ان احنا كنا اول كليه على مستوى كليات التربيه الرياضيه 28 كليه ان احنا ندخل في جوده البرامجيه، او ازاي ان انا كانت الاول الجوده مؤسسيه، لكن احنا دخلنا وغامرنا ان احنا ناخد معايير جوده للبرامج نفسها بتاعتنا، وان شاء الله يتحقق ذلك قريب ان شاء الله. دكتور، يمكن سمة هذه الفترة بقيادة حضرتك يمكن السمة اللي فعلا كلنا بنعمل على قلب رجل واحد زي ما حضرتك قلت، وفي تناغم وتكامل ما بين مجموعة العمل كلها، وكلنا بنعمل على قلب رجل واحد. بما ان كلنا بنعمل على قلب رجل واحد، فحابة اسمع من حضرتك كلمة اخيرة لابنائنا الطلاب ولأعضاء هيئة التدريس وأيضا الجهاز الإداري والعاملين بالكلية. كلمة أخيرة. انا كل اللي انا عايز اقوله ان انا بشكر كل انسان في الكليه، من اسره الكليه، وانا بقول اسره الكليه، من اعضاء التدريس لجهاز اداري لهيئه معاونه لخدمات معاونه اخرى، قام خلال الفتره دي والفترات السابقه بخدمه الكليه. انا بقول له كلمه واحده: الاثر باقي. أكيد. والاثر انا بقوله ان هو بيبقى اطول من العمر. كتير قوي من اساتذتنا افتقدناهم ورحلوا باجسادهم، ولكن اثرهم لسه طيب، بصمتهم واضحه.
يمكن احنا لما بنشتغل مش هنشتغل عشان اشوف انجازي، انا بعمل حاجه للمكان انا بحبه، فانا بشكرهم. انا لمست الفتره اللي فاتت تعاون كبير قوي، يمكن الكلمات مش قادر ان انا اوصف الاحساس اللي انا حسيته مع كل الناس. كل الناس يعني ايه حب ان يطلع لي عامل او موظف ويجي يقول لي انا بقترح كذا اعمل. عضو هيئه التدريس بيقول انا عندي فكره كذا. ناس كتير قوي كانوا بيشتغلوا مش شغلهم، لكن اصبح من هنا بقت في مسؤوليه جماعيه موجوده عشان نرفع مستوى الكليه. لسه الكليه محتاجه محتاجه، ما وصلناش للرؤيه الكامله للجزئيه اللي انا كنت حاببها. يمكن عملنا ستارت وان شاء الله يتم استكماله مع الادارات القادمه، لكن انا بشكر الناس كلها. بوجه كلمه كمان لابناء الطلاب. حاولت انا الفتره اللي فاتت لابناء الطلاب ان انا اقول لهم حاجه صغيره، ازاي ان هو يحدد طريقه وهدفه في الحياه. ده مهم جدا. كتير قوي من الطلبه بيبقوا داخلين بشكل او باخر بالنسبه لهم مش محدد الهدف. لا، انت وانت داخل الكليه جرب اول سنه واعرف المجالات، وبعدين حدد هدفك وانت عايز تشتغل ايه بعد كده، واشتغل على نفسك. عشان الكليه والتخصص بتاعك علوم الرياضه دلوقتي بقى شيء جميل وسوق عمل منفتح. فانا بقول لهم الطريق مضاء والمستقبل فعلا مستقبل موجود واضح لو هو عايز يشوف، واضح جدا. في النهاية أنا بشكر أسرة كليتي وأنا موجود معاها وكلنا مع بعض لتحقيق الإنجاز أكبر وأكبر إن شاء الله للمستقبل. كلنا بنطمح بيه لمين؟ لأولادنا الطلاب. أنا بشكرك. شكرا لحضرتك يا دكتور أسعد. احنا فعلا بالفعل احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك، وكنا محتاجين نسمع هذه الكلمات الداعمة لأبنائنا الطلبة، وأيضا الداعمة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين. الكل هنا بيعمل فعلا على قلب رجل واحد. والشكر موصول لحضرتك، والشكر موصول للسادة المتابعين. شكرا لحضراتكم جميعا. شكرا.